تعاونوا في خويا صابر شنو راح يوفيري في فروز ان شاء الله تعالوا حتى بالشفاء ان شاء الله خويا عندنا انسان مريض تعاونوا ربي يبارك فيكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم. عندنا انسان مريض يا اخي تعاونوا ربي يبارك فيكم ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخي ربي يجعلنا في ميزان حسنات ان شاء الله. بارك الله فيكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله. عندنا نداء لاخونا صابر، حمله تضامنيه لاخونا صابر عنده عمليه جراحيه على مستوى النخاع الشوكي، نطلب من الاخوان الاعانه بالدعاء. نتمنى شحال عندكم الاخ كريم وانتم راكم الحمله التضامنيه هذه؟ الحمله التضامنيه بدات عندها حوالي 3 ايام من عمليه ابتداء الحمله التضامنيه، ونشكر جميع الاخوان من كل جهه سواء من الخارج ومن الداخل، حتى اتصلنا بالاخوان في المهجر، ونشكر كل من لبى الطلب لاخونا صابر، وننتظر منكم كل الدعاء وكل المساهمه ولتجرى العمليه في احسن نظام. هذا اخونا صابر الان كان الترابيزه رانا نلموا له يدير في عمليه جراحيه على مستوى النخاع الشوكي. يروح فرنسا ان شاء الله، او نروح حتى الدعاء ان شاء الله. الحاجه ربي يستر، ربي يبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيكم ربي يجازيك. السلام عليكم. نقدروا نتعرفوا عليك؟ علمي صابر بعد. ما فهمتش انا، ما نعرفش شكون صابر هذا، واش راك دير؟ الصحافه جات تحت كاميرين. جارنا مريض مريض. سليم. ندوروا ولايه سوق راس كامل متضامنين معاه ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق ربي يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك على المساهمه تاعك يا اخي. شعب كريم. بارك الله فيك خويا ان شاء الله. السلام عليكم. تقدر تفهمني، انا شفت كيما ديت الدراهم لهذو الشباب كيفاه؟ هذا ما كاين حمله كما تقولوا انتم اخينا رانا كل بلا ما تعرف سيدي هذا، بلا ما تعرف اذا الجزائري هكذا معروف انه يوقف مع اخوه. كان حتى اشكال ان شاء الله، ربي يجيب له شفاء ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيك السلامه ان شاء الله. هد العيله عد احمد عد احمد. رئيس البلديه هذا. هيا روح رئيس العيله تفضل علي. تفضل. شوف تفضل مع حليم. السلام عليكم. الصحافه نداء سليم. الصحافه. صحافه. تفضل الصحافه تحكي معك. ما شاء الله. نداء. كلنا مع صابر، كلنا مع صابر. كلنا مع صابر اليوم وغدا ان شاء الله. اهلا يعني الشعب، رجال الدوله، الحمايه المدنيه، كلنا مع صابر. شكرا لكم. بريق هيا تفضل ادعوا له واحد، ادعوا له. ربي يهديك الصبر، ربي يبارك فيك.
من الصحافات تجي عندنا قداش. وهذا اخونا صابر. مشاهدينا الكرام من قناه الفجر الفضائيه الفجر تي في، اليوم رانا متواجدين في مدوروش هنا مع هذا الشباب اللي ما همش جمعيات، ما عندهم حتى انتماء، يعني ما عدا الانتماء الوحيد هو مساعده صابر، اسمه صابر بالهانية. هذا كامل حابين يعاونوا صابر، حابين يكونوا صابر، حابين يشوفوا صابر كيف موقف على رجليه ويدور، لانه العمليه هي مستعصيه وما يقدروش يديروها في الجزائر، راح يديروها في الخارج. اذا في حسب نداءات الارقام الهاتفيه اللي راح تمر امامكم اعزائنا المشاهدين عبر شاشه طبعا قناه الفجر تي في، هي الوسيط الوحيد بينكم وبين صابر. كل الناس في مدوروش واقفين يد واحدة وواقفين رجل واحد مع صابر بالهانية. صابر بالهانية أنا شخصيا مازال ما شفتوش، راح نروحوا له الآن ونتعرفوا على صابر بالهانية ونتعرفوا على الإصابة تاعو، لكن قبل ذلك هذوما الشباب رايحين يقولوا لكم وش هي حكاية صابر في مدوروش، كيفاه راهي تدور حكاية صابر في مدوروش، وكيفاه العملية تاع صابر، وكيفاه صابر حابينه يبقى حي ويبقى معاهم واقف على رجليه إن شاء الله. تفضلوا الإخوة. نحن في نداء الى اخونا صابر بالهانية نتمنى كل اهل مدوروش ان يساهموا باي قسط كان، سواء في الداخل او في الخارج، شياب، شباب، نساء، اطفال، شيوخ، نطلب يد واحده لاخونا صابر. اخونا صابر نتمنوه يوقف على رجليه كما عرفناه في الصبر، وكلنا صبر. نعم، اذا كلنا صبر. هو نفس الكلام اللي يقولوا كل الاخوه. تفضلوا. صابر اخونا كان معنا واقف بين ليله وضحاها، صبح عاجز، هذا شيء اثر فينا كل. صابر انسان متقي، انسان رياضي، يعرفوه الناس كل بحسن اخلاقه، نتمناه ان شاء الله يوقف معنا بعد رمضان ان شاء الله، والناس كلها تعاونوا ويكونوا يد واحده. كلنا صابر ان شاء الله. اذا بدلات مكتوب عليها معا من اجل صابر بالهانية. مدوروش هي احدى دوائر ولايه سوق راس اللي تقع في الشرق الجزائري. كل مدوروش اليوم تتكلم على صابر فقط، ما كانش حديث اخر الا صابر. نعم، راح نروحوا اعزائنا المشاهدين الى صابر. صابر هذا كان انسان طيب، انسان متقي، يخدم يعني عامل يومي، يعني مرض حبس كومبليتمون. العمليه هذه طلبت باش يعني كيما حنا في الجزائر هنا ما كانش باش نديروها، طلبت العمليه باش نديروها في فرنسا. المبلغ تاعو كبير بزاف، هو ما عندوش يعني مدخول اخر من هنا تاعو، هذه تشوف هذا الدكان تاعو هذا اللي يخدم فيه، يعني تاع بيع السجائر. لا، انا درنا مصلح حمله ان شاء الله مولات الفلاج من الجزائريين الكل مشتغل مولات مدوروش بركا، وشباب متطوع يعني، والشباب كانوا متطوع ان شاء الله، كل واحد باش يساهم بالشيء اللي يقدر عليه، باش ان شاء الله نحاولوا ان شاء الله نوصلوا النداء للناس كلها. نعم، اذا هذا هو المحل اللي يعيش منه صابر. يعني صابر انا راح نروح له، وكامل المواطنين داخل الجزائر وخارج الجزائر يقولوا لك السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا صابر. اهلا وسهلا بنا عندك ان شاء الله. مرحبا. رانا تفاجئنا اولا بالحمله الاعلاميه الغير مسبوقه اللي قايمين بها الشباب، ربي يبارك فيهم وجزاهم الله خير ان شاء الله. صابر رانا تلاقيناك اليوم، وجهك راهو ينور. ربما الشيء الوحيد اللي خلاك صابر هو انه اسمك صابر، وانهم الناس ثاني هذو الوقفه تاعهم خلوك صبر. ان شاء الله ربي يجعلنا ديما هيك، يجعلنا ديما منضمين مع بعض باذن الله نتجاوزوها. مادام نحاتمين في ربي، بربي ما نخيبوش، ونحمدوا ربي على ما عطانا. صابر، احكي لي، قبل كنت لاباس عليك ومن بعد درك راك مريض، راك في كرسي متحرك. احكي لي كيفاش حتى انقلبت الحياه؟ كنت طبيعي، بعد انا عندي سطر في ظهري، يعني مع الطب ومن بعد حبسوا رجلي. درت العمليه الاولى، تحركوا رجلي شويه، ومن بعد زاد داروا الرتول، درت العمليه الثانيه ما كانش نتيجه. درك طلبت عليا ندير عمليه في فرنسا. العملية هذوما وين درتهم صابر؟ درتهم في عنابه.
يعني عنابة الأطباء والمستشفى داروا لي عليهم. داروا لي عليهم. آخر حاجة يقدروا يديروها هنا في الجزائر؟ داروها. تسمى درك زدت شفت الطب بعدهم قالوا لي العملية صعيبة وتحب تسمى شي كبير. قالوا لي بغيتي تمشي فرنسا. اتصلنا في فرنسا بالسبيطار وقبلونا الملف وحكمت موعد ل 12 جوان المقبل. 12 جوان يعني قبل 12 جوان شحال لازم الشباب هذوما اللي رانا شفناهم من برا وشحال لازم الجزائريين يوفروا لك باه تروح دير العمليه؟ العمليه متكلفه بالدينار 600 مليون سنتيم. 600 مليون سنتيم. وهل يعني في رايك انت 600 مليون سنتيم كبيره يعني بالنسبه للجزائريين بزاف يعني؟ بالنسبه للجزائريين ماهيش كبيره. الجزائريين ما يعجزوش على مبلغ كيما هذا. نعم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ما يعجزوش وانا نشوف بلي الشباب اللي هنا برك راهم يعني الحمد لله يا رب. قايمين والله قايمين يعني. بكل صراحه. الحمد لله يا رب. شجعوكم بالطريقه تاعهم. مرتحيني كي يوقفوا معايا الوقفه. صابر خلي المتفرج يتعرف عليك اكثر قبل ما نروحوا نخوضوا في بعض الاسئله. شكون هو صابر؟ وقتاش زاد؟ صابر بالهانية زايد 11 81. 81 يعني مازالك صغير مازالك شباب بزاف. ان شاء الله نقولوا يطول لنا ربي في عمر. نمسقط راس ندوروش ولاية سوق راس. انسان عادي محب للخير عامل يومي. يعني الآلام اللي جاتك في على مستوى العمود الفقري بعد العمليتين أصبحت عاجز وراك في كرسي متحرك. في كرسي متحرك. لكنك أنت مؤمن بقضاء ربي. مؤمن بقضاء الله. قضاء الله لا مفر منه. قضاء الله ما يهربش من رحمة ربي. صبر الشباب كاتبين لي إنقاذ حياة صابر. ما يبغونيش في الكرسي. هل هما بالنسبة لي من الكرسي وكأنه بعيد عن حياتك؟ شيء كبير. نعم. شيء كبير الكرسي. شحال عندك في الكرسي صابر؟ عندي 10 أشهر. شحال؟ 10 أشهر. ربما الكرسي بالنسبة ليك 10 أشهر كما قلت شيء كبير. شيء كبير. بالنسبة لواحد معوق نحسن يعاونوا. لكنه ربما تعايش مع الإعاقة تاعو وأصبح ربما هو أحسن منك في شيء يعني هو عاش مع الإعاقة مش كيما أنت مشيت على رجليك وجريت وكنت رياضي ومن بعد حبست. الفرق بيناتنا مي معوق صعيب معوق إنسان صعيب بس حقيقة مادام قلبه ينبض بالحياة. نعم. إذا أنا نقول لك صابر ربما الإعاقة في القلب اللي قلبه ميت. الإعاقة في القلب وفي الذهن. في الذهن. مي يتعب مسكين. معوق راهو إنسان يتعب في الدنيا. عايشين في المجتمع صعيب شوي. إذا الناس يشوفوا العاديين اللي يجروا على رجليهم ولابس بيهم ما كانوش يحسوا بالمعوقين. انت قبل ما تقعد في الكرسي كنت تنظر للمعوق طبعا بنظره واحده اخرى مش كما حسيت هذا. احنا كلنا ما نقدرش نعيشوها اللحظات هذه الا اذا كان قعدنا في الكرسي. كي نعيشوها نحسوها مادام العبد كان يمشي او يحس صح يشوف الانسان معوق يطلب له الشفاء. من النهار اللي يقعد في الكرسي يحس وزواء عايش الانسان معه.
صبر عندك آلام في رجليك في ظهرك؟ عندي هيك شوي في ظهري شوي في رجلي يعني عيشت معاه صعب كان فوت وننساه. والعملية وين في ظهرك يجزيكم مفروض؟ ما بين كتافي. لا مرض تاعك المرض يعني تقدر تسميه لنا؟ مي دوك انا عندي ضغط كما يقولوا لي كومبريسيون ميديلير لومبير. عندي ضغط هنا ما فهموش كومبريسيون ميديلير لومبير. هنا ما لقوش وين اكزاكت. واحد يقول لي في وسط العمود الفقري، واحد يقول لي برا العمود الفقري، واحد يقول لي حاكم لك الاعصاب. مازال ما فهمتش انا واش هو. الكلمة اللي تقولها صابر في برنامج نداءات. برنامج نداءات هو برنامج لقناة الفجر تي في الفضائية. الكلمة اللي تقولها لكل الناس اللي يتبعوا في هذا البرنامج وراهم يشوفوا فيك الآن، واش تقول لهم؟ تقدم ندائي أي إنسان وأي شخص يستطيع المساعدة بأي شيء، حتى بدعاء من القلب ما يبخلنيش فيه. في اللحظة هذه محتاج أي حاجة، الدعاء فقط، دعاء يرتاحني يعني. وإن شاء الله ربي يشفيني ويشفي الأمي، خاصة المرض واحد ما هو بعيد عن المرض. الناس كلها تفوت بالشيء هذا، كل واحد من استطاعته، وأنا مانيش في استطاعتي باش نعالج نفسي. هذا نداء كل مواطن، ونشكر الناس اللي نظمنا معايا والناس اللي مساعد فيا، ونشكر إذاعة الفجر على تلبية نداء والمشاركة في هذه الحملة، وأجر الله وأجر الناس على الله، وجزاكم الله خير. عايش وانا بالصبر والإيمان عندي مقدرة، ما عقني الكرسي ولا العكاز بقبال دها، أسلك طريقي في ثقة، ما قلت أنا كيف أعبره، من حقي آمل واندمج بالمجتمع دون اكتئاب، من حقي الشاغر إذا كان المناسب أشغره، لا تقولوا عني العاجز تزيدوني المصاب، العاجز اللي لو سليم خطوته متعثرة. صبر، كيفاش حياتك في وسط البيت تاعك يعني مع الإخوة مع الوالدين مع الأشقاء؟ والله العظيم تغيرت شوي، يبقى خيوتي ويبقى دارنا تبقى. الوالدة متوفية الله يرحمه. الله يرحمه. الوالد تعب كبر، والأب تعبان كبر. خوه ماهوش راح يبقى، ما قدرش يشوفك الوالد تاعك بالوضع هذا. مش يشوف، ويعني اللي عليه يديروا ماديا، نحكوا ماديا جدا معنويا اللي عليه راهو يدير فيه، ما هو بخلني حتى في حاجة، ما هو بخلني حتى في حاجة. عندي زوج خواتاتي يهزوا يحطوا ويغسلوا يديروا، الحمد لله. حزنان قد جمعا بحزني، أبكيت حين رأيتني بعد البهاء اصفر لوني، ورأيت فقرك حائلا بين الدوى الغالي وبيني، ورأيت فقرك حائلا بين الدوى الغالي وبيني، سامحت فقرك ما له ذنب علي ولا تجني، ولعل قلبا طيبا
يدري بآلامي وحزني ويمد كفا أبيضا ليزيح هذا الداء عني، ليزيح وابتلاء على كل حال. مرحبا بابتلاء الله، مرحبا مع طبيعته. هم الأصدقاء في الخارج يقولوا باللي صابر وراهو إنسان يخاف ربي ومتقي. والله الحمد لله على ما طبيعته. ولو كان رياضي. احكي لنا على الجانب تاع الرياضة صابر. والله كنت زاير الكلام. سبور هاني درك نتفرج في السبور. من فوتو كي كان السبور هاني صحيح. إذا هذه صورة لصابر لما كان يشطح بالضرب، يعني رقصات الفرح بنتائج الفريق الوطني، وبجنبها صورة صابر اللي راهو في الكرسي متحرك. إذا واللي راهو قدامنا صابر الآن طبعا في كرسي متحرك. نتمنى إن شاء الله المرة الجاية ما يكونش على كرسي متحرك، يكون على أقدامه إن شاء الله. إن شاء الله. معنا جار صابر اللي راهو متواجد معه الآن في دكان بيع السجائر هذا اللي راهو محل رزق صابر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نقدروا نتعرفوا عليك؟ أنا عمر الجيزي متقاعد من مدوروش. بما أني من مدوروش راني في مدوروش متقاعد، جيت مدوروش سمعت بخويا صابر. على كل حال الناس كلها تحب تعاونوا، أنا جيت نعاون فيه في دوسي يعني بور بودير. نتمناو باللي صابر. فهمتش، عاود اشرح لي يعني اكثر. اي واحد يحب يعاون صابر. نعم. واللي عنده المال يعاونه بالمال، واللي ما عندوش يعاون فيه بالكلام، وانا راني جيت نعاون فيه بالدوسي. بالملف يعني توجد في الوثائق. الملف والوثائق واحد. صابر بوركوا باسكو صابر إلي ريكيبيرابل. ماهوش يعني القضيه تاعو انتهت نهائيا. صافي لي بروفيسور قالوا له باللي يعني في فرنسا راح تنجح العمليه هذه اللي تري كومبلكس في الجزائر، لازم لها ماتريال اللي ما كانش. وعلى هذه الناس كلها قالوا له باللي تنجم توقف. وعلى هذه نزيد نداء نقول لهم يا كاين مؤمنين ولي زالجيريان سون كوني بور سا، اي جو في ان ابيل ا تو الموند اللي في فرنسا اللي في باريس اللي في الجزائر، اي ميم au consulat de France je lui fais un appel. Même au consul de France, je fais un appel pour aider notre frère Belhani Sabra pour l'obtention de son visa. Bon, parce que certainement, on peut oublier un papier, certainement, on peut, c'est-à-dire ne pas faire le dossier exactement, on est paniqué, on n'a pas l'habitude. Je fais un appel au consul de France à Annaba. C'est un appel au consul de France personnellement pour faciliter le visa à Sabr, parce que du point de vue argent, ça y est, c'est-à-dire l'opération qui va être située entre 25 000 et 40 000 euros à la Moujdine. Ils sont prêts et tout ça. C'est pour ça que لا يهمهم الشعب الجزائري. أنا 25 شحال اكزاكتومون؟ هي elle se situe entre 25 000 et 40 000 euros. Opération تاعو. دونك يعني حوالي بين 25,000 و 40,000 و 40,000 حوالي 400 مليون 600 مليون هكذا. 600 مليون هي 40,000 euros سي ابوبري 600 مليون تاع الجزائر. ولي زالجيريان سون كوني بور سا. مازلنا ما وصلش لها، يعني الواحد من احنا نقولوا سي بون، يعني حاب يقول باسكو كاين ناس ياسر. ان شاء الله المشاهدين تاع قناه الفجر راح يكملوا المبلغ. احنا من قناه الفجر وعلاه نشكروها بزاف باسكو جات وحدها. انا با ايتي كونفوكي. سادير نتوما نشكركم بزاف. بوركوا يعني فريمون راكم بجاتونا درك. سادير حاب يقول يعني لو جاست اللي عملتوه كبير ياسر. ما عيطناش الفجر وما قلناش الفجر ارواحوا، عندنا واحد مريض نعتوه، جيتوا وحدكم، جيتوا معدين وقاعدين تسقسيو. يعني فريمون يعني ان شان دو تيليفزيون كي في ان ترافاي دو باري، يعني يعطيها صحه. يعني سانسيرمون يعطيها الصحة. على كل حال واجبنا والله العظيم، يعني سانسيرمون يعني يعطيكم الصحة. يعني انتوما يعطيكم الصحة باسكو فريمون لابيل تاعكم انتوما il est plus important que لابيل تاعنا تاع الفيسبوك كامل، باسكو c'est une chaîne télévisée que tout le monde peut voir à l'intérieur à l'extérieur. وراكم زدتوا في المعنوية تاعو بعد. ان شاء الله المتفرجين تاع قناة الفجر ان شاء الله راح يساعدوكم، وراح نحطوا ارقام الهاتف للاتصال بكم، راح نحطوا السيت انترنت تاعكم،
راهي نحطوا الفيسبوك كيف نحطوهم للناس. ربي يهنيكم وان شاء الله الجزائر هذه تطلع بخير بركة ان شاء الله نقعدوا بخير. وهذا هو الواحد ولا تزال الخير في امه محمد حتى الحديث على كل حال حتى تقوم القيامه ان شاء الله. نعم لو ترك يخلي الانسان ينسى والوضع هذا يخلي الانسان ينسى. لكن المعنى هو المعنى مفهوم ان الجزائر بخير وان الناس بخير. فوالا سيرتو كي قالوا له لي بروفيسور يعني ماهوش رايح في الشك يعني سادير باسكو لا ميديسين سي شونس اكزاكت يعني لي غرون بروفيسور قالوا له سي بون في فرنسا بربي يطول. صبر اخ كريم صبر كي حكيت له على المعاقين اللي بطبيعه الخلق اللي عندهم يعني اعاقه خلقيه تشوف فيه بكاء يعني بيان سور تري سونسيبل صبر ضعيف يعني يتضامن مع الناس ما نقولوش ضعيف هو قوي مادام مقاوم هذا المرض هو قوي. هو انسان وشي لافونتاج تاعو كنا نعرفوه ما هو انسان صديق كنا نعرفوه. تعرف واحد ولد الفيلاج تعرفه ما عمركش بلي راح تصير له حاجه كي صارت له حاجه الناس كلها ضمت معاه ولا نعرفوه يعني ماهوش انسان ما ينيتي با مار ينيتي با ديبيتي ينيتي ان سامبل سيتويان. واش هي سامبل سيتويان كيما قال لي لا عدل العيب الناس كلها تحبوا نورمال السلام عليكم الناس كلها يرون سيرفيس تو الموند والحمد لله يعني ولات بلاد يعني واللي مش ولات بلاد ولي زاجيريان ولي سيتويان اي تو الموند. ونقول لك لا فيريتي يعني سي يعني كي تشوف حوايج كيما تفرح تقول مازال الخير ومازلنا والله الجيري مازال توقف وتوقف ان شاء الله وما يجي ساعات اوله ان شاء الله ويوقف صابر ان شاء الله ان شاء الله يوقف صابر. Je réitère mon appel au consul général de France à Annaba à travers votre chaîne et je vous remercie. نتمنى ان شاء الله يسمعك. ميرسي بوكو. قنصل ان شاء الله قنصل الجزائر بقنصل في عنابه ان شاء الله. في عنابه ميرسي وان شاء الله يلبي النداء تاعك هذا. لما لا خاصة الامر يتعلق بوثائق فقط. وثائق صبر قبل ما نختم هذا اللقاء واش تقول للناس في كلمتين يعني؟ نقول للناس كامل اللي يعاون في مريض واللي يفرح كي يشفى مريض واللي يبكي على مريض جزاه الله خير واللي يعاون مريض جزاه الله خير واللي يحس بالمريض جزاه الله خير. ونطلب دعوة برك دعوة مليحة دعوة من القلب. نشكر الإذاعة على المبادرة الطيبة وإن شاء الله كل خير إن شاء الله. ممكن أكون أنا المحامي دون شك وارتياب أدفع عن أنواع القضايا بالدفوع المبهرة. ممكن أكون أنا المهندس للقصور والقباب أو للمباني الشاهقة المتميزة المتطورة. ممكن أبيع أنا المصانع حتى من دون ارتكاب أي خطأ في عصر جهد الفكرة أصبح مصدرا. ممكن أربي جيل وجهودي تجي هي مثمرة. ممكن أكون وذا الجواب للشخص اللي نظرته دايم أنا لي قاصرة. لا تنظروا لبعين عطف وعين رأفة باقتراب. ماذا بين ينوض اخويا ماذا بين يمشي على رجليه. اخويا نتمناو ان شاء الله الناس كلها تمد يد العون خونا صابر باه يرجع كما كان صابر حبيب الناس كل راهو خو الناس كلها حبيب الناس كل ذراع الناس كلها. اخونا صابر ربي يشفيه ان شاء الله وربي يشفيه. اخويا حمي صابر ربي يشفيه. كلنا صابر ان شاء الله وان شاء الله صابر نتمنى له الشفاء العاجل ونطلب كل الشكر لاهل مدوروش على المساهمات ان شاء الله. ربي ان شاء الله يشفيه
نتمنى لخويا صابر الشفاء في اخر وقت ان شاء الله. الله نتمنى من جميع المحسنين مساعدة اخونا صابر ان شاء الله. ربي يشفي صابر مسكين. ربي يشفيه خونا صابر ان شاء الله. ربي يشفيه خونا صابر ان شاء الله. نقولوا ربي يشفيه ان شاء الله. ربي يشفيه. نقول للناس الخير، هيا اللي يحب يدير الخير او خونا صابر لهنا. ان شاء الله ربي يعاونوه ان شاء الله. ربي يشفيه ان شاء الله. ربي يشفيه ان شاء الله. كلنا صابر ان شاء الله. كلنا صابر ان شاء الله. ماذا تقول عني العاجز تزيدون المصاب العاجز اللي لو سليم